طبعا انا مش غريب على منطقتي، انا من مواليد المنطقه هنا، هو فعلا كل دول اهلي وناسي واخواتي. بس الساده الافاضل الموجودين معايا فاروق حسن محمدين رئيس اللجنه النقابيه لشركه الزيوت المستخلصه، وعضو مجلس اداره النقابه العامه للصناعات الغذائيه. احنا بنرحب بالساده اعضاء حزب الوفد، لكن لنا اعتراض كبير قوي على حزب الوفد بالذات. حزب الوفد ده اقدم حزب سياسي موجود على الساحه حاليا. اقدم حزب الليبرالي وسطي وكل حاجه موجود على الساحه. موجود على الساحه فين؟ مش في المناطق الشعبيه ولا يكون في المناطق الحضريه، في التلفزيون، في الصحافه، لكن على ارض الواقع. طب احنا دلوقتي جربنا الاخوه حبايبنا في العصام السياسي ونرجع نرجع على الطبيعه. يعني الناس حتى كانت في الاول تقول لك نجرب سعوديين، جربنا سعوديين. الناس بتعاني حاليا من السعوديين، كلنا بنعاني، حتى اللي هو منهم بيعاني بس مش عاوز يفتح عنه. استنى احنا لسه ما خلصناش السعوديين. انا بتكلم عن نفسي على الصوره السياسيه. انا بتكلم عن نفسي. احنا جربناها وادينا بنجرب والرجوع، واحنا كل واحد فيه راي، واحنا يعني مش هنتفق على بعض، كل واحد كل واحد. احنا عاوزين في وسط الشارع عشان يبقى فيه تغيير، وعشان يبقى الناس عندها خيارات. الانسان مش عارف كام تحب يا جماعه، بس بالراحة زي ما هو يا عم، خليه يتكلم زي ما هو عاوز. الوقت احنا عارفين ما كانش يدونا خالص بتوع الوقت خالص نهائي. يا جماعة والله احنا عارفين يا ناس طيبة يا اهل المنطقة، كل واحد ليه وجهة نظر يقولها. ده حرية شخصية يا جماعة، ده حرية شخصية، كل واحد ليه وجهة نظر يقولها. احنا تحت امر ايه؟ ايوه اللي عاوز يقول رايه ايه؟ قول يا عم. انا بتكلم عن نفسي يا بابا، انت انا بتكلم عن نفسي. هو معلش مسكين يا عم، ما تكلمش مسكين. هو بتكلم عن لا اله الا الله.
انا